بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في حلقة سابقة عن داتا تايبس، وعرفنا ان اشهر 3 داتا تايبس هنستخدمهم هي السترينج والانتجر والفلوت. السترينج ديت للكلمات او للنص، لو جمل عندي جمل عايزة احتفظ بيها في variables. الانتجر دي الارقام الصحيحة، سواء موجب او سالب، بس المهم ان هي ارقام صحيحة ما فيهاش كسور. والفلوت دي هي الارقام اللي ممكن يكون فيها ارقام عشرية زي 1.5، 5.9 وهكذا. المهم ان هي ارقام بس عشرية برضو بالموجب وبالسالب. وعرفنا وشفنا امثلة على الحالات اللي ممكن احتاج كل داتا تايب فيها. في الحلقة دي هنتعرف عن الانتجر والفلوت بتفاصيل اكتر، وهنشوف داتا تايبس جديدة. لو رجعنا كده لايام المدرسة، كان الطفل اول ما يخش المدرسة بيتعلم الارقام من 0 ل9، 0 1 2 3 لحد 9. ودي الارقام دي كانت بتتمثل في خانة واحدة بس. كان لما يكبر شوية الطفل يبدأوا يدوله خانة العشرات، يبدأ ياخد أرقام من رقمين. يعني مثلا يبدأ ياخد 15 20 55 وهكذا، أرقام بتتكون من 2 ديجيتس، من رقمين، لحد ما يوصل ل99. بعد كده لما يكبر أكتر يبدأ ياخد خانة الميات، يبدأ بقى ممكن ياخد مثلا 200 320 لحد 999 وهكذا. كل ما يكبر يبدأوا يدوله خانة جديدة فيقدر ياخد أرقام أكبر. يعني كل ما عدد الخانات اللي ممكن أحط فيها أرقام تزيد، أقدر أسجل عندي أرقام أكبر. فلما كانت عندي خانة واحدة قدرت أعرف الأرقام من 0 ل9، لكن لما بقى عندي خانتين بقيت عارف الأرقام من أول 0 لحد 99، فبقيت عارف 100 رقم. ولما بقى عندي 3 خانات قدرت ابقى عارف ارقام اكتر، قدرت اعرف من 0 لحد 999، يعني عندي 1000 رقم. ولو زودت خانة رابعة هوصل لحد 9999 وهكذا. كل ما تزود خانة جديدة كل ما تقدر تمثل وتعرف ارقام اكتر في رينج اكبر. نفس الفكرة في الكمبيوتر. الكمبيوتر احنا اتفقنا قبل كده ان هو بيسجل اي حاجة في 0 و 1. اي حاجة عنده بتتمثل في 0 و 1. الخانة الواحدة اسمها بيت. فمثلا لو عندي رقم مثلا شكله عامل كده، هو ما عندوش غير 0 و 1. ده كده متخزن في كام بيت؟ ده كده متخزن في 8 بيت. 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 بيتس. غير رقم تاني ممكن يتخزن في 3 بيت بس. فالارقام اللي اقدر اسجلها في 3 بيتس اقل من الارقام اللي اقدر اسجلها في 8 بيتس. زي البني ادم بالظبط، كان في بيت واحده يقدر يعرف ارقام، يمثل ارقام 10 ارقام. في 2 خانتين كان يقدر يخزن 100 رقم. في 3 خانات يقدر يخزن 1000 رقم وهكذا. الكمبيوتر برضو هو الوحده بتاعته، هل عنده خانه واحده ولا خانتين ولا 3 ولا 8 ولا اكتر. وكل ما عدد الخانات دي تكبر كل ما يقدر يمثل ارقام اكبر. طيب ايه علاقه ده بالانتجر والفلوت؟ الانتجر والفلوت هما الاثنين 32 بت. يعني ايه؟ يعني الكمبيوتر لما بيحجز فاريبل نوعه انتجر، لما بتقول له انتجر اكس بتساوي 50 مثلا، بيروح في الميموري، لو دي الميموري بتاعته، يحجز فيها 32 بت. ال 32 بت دولت بيخزن فيهم الرقم اللي هو عايز يحتفظ بيه في الفاريبل. فلو كان ان هو الانتجر بيتخزن في 32 بت، فاكيد ليه ماكسيمم رقم ممكن يتخزن فيه. يعني انت مثلا لما كان عندك مع البني ادمين خانتين، كان الماكسيمم بتاعهم 100 او 9، كان الماكسيمم 99. لما كان عندهم 3 خانات عشريه كان الماكسيمم بتاعهم 999. طيب لما الكمبيوتر يبقى عنده 32 خانه، بس 32 خانه دولت مش خانات زي بتاعتنا ارقام عشريه، لا، 32 خانه باينري، خانه ثنائيه. وممكن تقرا اكتر عن الباينري سيستمز وهنتكلم عنها برضو قدام في كورسات جايه. فلما كان عنده 32 خانه باينري او خانه ثنائيه يقدر يخزن فيها 0 و 1، ده بيخليه يمثل او يقدر يمثل ارقام لحد رينج معين. لحد كام؟ يقدر يخزن الارقام لحد 2 تريليون وشويه كده ارقام تانية. فده اخر حاجه ممكن تتسجل في ال 32 بت دولت.
يعني الانتجر يقدر يشيل الارقام 0 1 2 3 4 5 6 وهكذا لحد 2 تريليون وهكذا. وفي برضه الارقام نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 لحد نيجاتيف 2 تريليون وهكذا. فده الليميتيشن بتاع الانتجر، ما يقدرش اخزن فيه ارقام اكبر من كده. يعني مثلا لو عندي رقم 3 تريليون مش هقدر اخزنه في الانتجر في فاريبل نوعه انتجر. ليه مش هقدر اخزنه في فاريبل نوعه انتجر؟ لان الانتجر اخرها 32 بت. المساحه بتاعتها اللي تقدر تاخدها تقدر تاخد ارقام لحد 2 تريليون وشويه، ما تقدرش تاخد 3 تريليون 4 تريليون، ما تقدرش تاخد الارقام اكبر من كده. طيب لو كان عندنا في البروجرام بتاعك عايز فعلا تخزن فاريبل القيمه بتاعته اكبر من 2 تريليون وشويه، تعمل ايه؟ ساعتها الانتجر داتا تايب مش هيكون مفيد بالنسبه لك، لازم تستخدم داتا تايب تاني جديد. وعشان كده فراحوا عاملين داتا تايب جديد اسمه لونج. اللونج ده برضو ارقام صحيحه زي الانتجر بالظبط، بس مساحته اكبر، بدل ما كان 32 بت بقى 64 بت. فكل ما تكبر المساحه، كل ما تكبر السايز بتاع الانتجر او المكان اللي يقدر يخزن فيه الارقام، كل ما يقدر يحط فيه ارقام اكبر. فلما ده بقى 64 بت ما بقدرش بقى ياخد 2 تريليون بس كده لحد زي الانتجر، لا بقى يقدر ياخد لحد الرقم ده كله. بقى يقدر ساعتها يخزن كل الرقم ده من صفر لحد الرقم ده كله، وبرضه بالنيجاتيف نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 لحد الرقم ده كله. فانت لو محتاج الارقام اكبر من 2 تريليون يبقى ساعتها تستخدم اللونج. لكن لو محتاج ارقام صحيحه عمرك ما تعدي ال 2 تريليون يبقى ساعتها استخدم الانتجر. طيب في سؤال وجيه دلوقتي يقول لك طيب بدل ما اللونج على طول بيقدر ياخد ارقام اكتر من الانتجر، ليه ما استخدمش على طول اللونج؟ ليه مش اي فاريبل اعمله يكون التايب بتاعه لونج وما استخدمش انتجر اصلا، وابقى ساعتها في السيف سايد بحيث الارقام لو كبرت مني يبقى ما فيش مشكله. طيب المشكله ان اي بروجرام او اي سوفت وير انت بتعمله لازم تكون مركز على حاجتين مهمين جدا. اول حاجه البرفورمانس، انه يكون يخلص الشغل بتاعه بسرعه. وتاني حاجه الميموري سبيس، هل البروجرام بتاعك بياخد سبيس كبيره من الميموري ولا لا؟ احنا فاكرين في اول سيشن خالص اتكلمنا عن الرامات، وقلنا ان الفاريبلز ديت بتتحجز او بتتعمل لها سيفنج في الرامات. طيب والرامات قلنا ان هي السايز بتاعها صغير، فبالتالي لو البروجرام بتاعي اخد جزء كبير جدا من الرامات ده هيؤدي ان البروجرام بتاعي يبقى بطيء او الجهاز بتاعي يبطأ. مش انت ساعات وانت مشغل مثلا الاوبريتنج سيستم بتاعك الويندوز مثلا بتلاقي ان الويندوز تقل، تقوم فاتح التاسك مانجر وتشوف ايه الحاجات اللي واخده ميموري كتيره وبتقفلها. ليه بتقفلها؟ لان هي واخده ميموري كتيره فمبطئه الجهاز. فحاول السوفت وير اللي انت بتعمله لازم يكون ما بياخدش ميموري كتيره، ما بياخدش جزء كبير من الرامات، لان في بروجرامز ثانيه شغاله جنبه محتاجه برضه تسيف حاجات في الرامات، وهو ما ينفعش كمان شويه يزيد بحيث يكبر الرامات ما تبقاش مكفيه. فلازم وانت شغال تكون على طول بتوفر في السبيس وتكون بتحافظ برضه على البرفورمانس. والبرفورمانس دي هنتكلم عنها بالتفصيل قوي قدام في كورسات جايه. لكن السبيس هو ده النقطه اللي احنا دلوقتي بنتكلم عليها ومركزين عليها. السبيس بتاع اللونج 64 بت اكبر من السبيس بتاع الانتجر اللي هو 32 بت. فانت لو على طول بتستخدم لونج ما بتستخدمش انتجر وانت ما كنتش محتاج تستخدم اللونج، فانت كده عامل اهدار لنص الرامات. يعني لو استخدمت الانتجر هتوفر نص اللي انت كنت بتستخدمه. فلازم تشوف انت حالتك ايه، هل انت محتاج انتجر؟ هل الانتجر كافي بالنسبه لك؟ لو الانتجر كافي بالنسبه لك يبقى استخدم الانتجر على طول. انتجر مش كافي يبقى ساعتها تروح تستخدم اللونج. يعني ايه انتجر كافي؟ يعني الارقام اللي هعمل لها سيفنج في الفاريبل ده مش هتعدي الرقم ده. لو ممكن تعدي يبقى ساعتها تروح تستخدم اللونج. نفس الفكره زي ما اللونج هو الانتجر، هو انتجر كبير، في داتا تايب تاني اسمه دبل، وده فلوت كبير. الفلوت اتفقنا ان هو 32 بت زي الانتجر. الدبل واللونج هما الاثنين 64 بت. الدبل ما هو الا فلوت بس السايز بتاعه برضه
اكبر. الفلوت كانت بتتحط في 32 بت بس، الدبل 64 بت. وده هيؤدي لايه؟ ان انا كنت بسيف مثلا ارقام لحد رينج معين في الفاريبل اللي من نوع فلوت، دلوقتي في التايب دبل اقدر احط ارقام اكبر. وفي الجافا الدبل هو الديفولت، يعني الطبيعي ان انت المفروض تستخدم دبل، لكن لو حبيت تستخدم فلوت برضو ممكن تستخدمها. امتى استخدم برضو لازم اكون استخدم دبل وما استخدمش فلوت؟ لو انت مثلا الارقام العشريه عندك ممكن تبقى ارقام كبيره ومهتم ان انت توصل لدقه الرقم العشري ما يعملوش تقريب، فساعتها محتاج تستخدم دبل. لكن الفلوت ممكن يقرب الرقم الكبير بتاعك العشري دوت لحد ما يقدر يسيبه بس في 32 بت. فانت لو محتاج ارقام عشريه بكسور كبيره يبقى ساعتها لازم تستخدم الدبل عشان توصل لدقه اكبر في الارقام العشريه. ومن اشهر الحالات اللي تخليك تركز ان انت تستخدم دبل ما تستخدمش فلوت، كان في زمان صاروخ مشهور جدا كان اسمه اريان في سنه 97. الصاروخ دوت قعدوا 10 سنين بيجهزوا فيه وصرفوا عليه حوالي 7 بليون دولار. الصاروخ ده لما جم يطلقوه بعد اقل من دقيقه الصاروخ وقع. ليه الصاروخ وقع؟ بسبب السوفت وير اللي فيه. السوفت وير اللي فيه كان بيستخدم فاريبل 16 بت بس، السايز بتاعه 16 بت، رغم ان هو كان محتاج ان هو يسيبه في فاريبل 64 بت علشان الصاروخ ما يوقعش ويشتغل صح. فلما حط القيمه الفاليو بتاعته في فاريبل 16 بت بس، 16 بت ما كفتش الرقم اللي هو كان عايز يحطه، فبالتالي ادى ان الصاروخ بدل ما يطلع لفوق نزل لتحت. غير تماما السوفت وير بتاعك تغيير، يعني شوف حاجه بسيطه جدا، الداتا تايب بتاع فاريبل علشان ما استخدمش الداتا تايب المناسب ليه ادى لسقوط صاروخ قعدوا 10 سنين شغالين فيه وصرفوا عليه 7 بليون دولار. فطبعا من اشهر الحاجات اللي لازم تاخد فيها الداتا تايبس، تاخد بالك قوي في الداتا تايبس فيها، هي صناعه السوفت وير بتاع الفضاء، لان الارقام فيها بتكون ارقام كبيره جدا والدقه فيها لازم تكون دقه عاليه جدا، لان اي كسر صغير جدا ممكن يفرق كتير في اعمال الفضاء. فالمهم اللي احنا عايزين نتعلمه ونركز عليه ان انت تستخدم الداتا تايب المناسب في الوقت المناسب. لو انت فعلا عندك ارقام كبيره يبقى استخدم داتا تايب كبير السايز بتاعه كبير، وخليك عارف ان ده هيكون على حساب السايز. لو انت متاكد ان الارقام اللي عندك مش هتزيد عن رينج معين، خلاص استخدم ساعتها الداتا تايب الصغير السايز بتاعه صغير علشان توفر في الميموري. الحقيقه ان في داتا تايبس ثانيه كتير جدا موجوده في الجافا. دي كانت فكره رئيسيه عن الداتا تايبس الاصليه ديت. ممكن تروح دلوقتي تقرا بنفسك الداتا تايبس الثانيه دهيت وتكتشف ايه الفرق بينها وبين الثاني. كلهم هتلاقيه غالبا الفرق بينهم وبين بعض في السبيس. وطبعا السبيس بيفرق في ايه؟ في الرينج اللي هو يقدر يسيبه في الداتا تايب دوت. كمان عليكم هوم ورك ان انت تحاول تقرا عن حاجه اسمها كاستنج. كاستنج يعني ازاي تحول من داتا تايب لداتا تايب تاني، ازاي فاريبل مثلا من نوع فلوت احوله لفاريبل من نوع انتجر، ازاي او العكس، ازاي فاريبل من نوع انتجر احوله لفاريبل من نوع فلوت. فعايزك تقرا عن الكاستنج دوت بنفسك. اتكلمنا النهارده تاني عن الانتجر والفلوت وعرفنا السايز بتاعهم 32 بت، وفي دبل ولونج دول السايز بتاعهم 64 بت، وعرفنا امتى نستخدم دوت وامتى نستخدم دولت. والديفولت في الجافا ان الانتجر ان الارقام الصحيحه تستخدم لها الانتجر، والارقام العشريه تستخدم لها الدبل. ده الديفولت، لكن انت براحتك ممكن تستخدم اي داتا تايب تاني.